ده في واحد بتاع طلبات بيصلي وجنبه حاجات بتاعت نادي. دي الحاجات دي غالية أوي، تعالوا نروح ناخدها بسرعة ونبيعها. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرنا على ما اشوفها. الو ياما، انت لسه تعبانة؟ ما تقلقيش ياما، اخر اوردر معايا وهجيب لك العلاج النهارده. انا عارف ان انت بقالك 3 ايام ما خدتيش علاج السكر وانا هجيبهولك. ايوه النهارده هجيبهولك، اخر اوردر معايا. سلام ياما. يا رب اكرمني النهارده عشان اجيب دواء السكر لامي. ايه ده؟ فين الحاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اخويا كبير علينا بقى التليفون ده ضروري عشان عايز فلوس. التليفون ده شمال ولا يمين يا؟ شمال اهو. شمال؟ طب كده كده ما بيشتريش غير الشمال، التليفون ده هيعمل 1000 جنيه. ماشي يا عم. بقول لك ايه، ساعتين وتعدي عليا تاخدهم. يلا. عشان هي لسه ساعة استباحة. بقول لك يا معلم ميكس، احنا جبنا الحاجات دي وعايزين نبيعها. ايه ده تعالوا كده، حاجات ايه ده؟ ايه الحاجات حاجات دي؟ رياضية يا عم وانا اشتريت. بقول لكم ايه، الحاجة دي انا هشتريها كلها منكم ب 10000 جنيه. واحنا موافقين. بس بقول لكم ايه، هتجولي بالليل وتاخدوا الفلوس عشان هي لسه ساعة استباحة، لسه واخد تليفون ومعيش فلوس. بس يا اسطى الساعه وهنجيلك. روح بس يا عم الكوت، يلا يابا. اوف على الحاجات ديت، هنعمل مصلحة في الجون. دخلت ام جعفر، انا عايزك تدعي لي دعوتين حلوين انا وابنك جعفر عشان رجعنا تاني في الاكسبلور وكتمنا على نفس الناس تاني زي الاول. روح يا حبيبي، ربنا معاك بالتوفيق. ربنا يخليك على الطلاق، بحبك انت وابنك جعفر، مش عارف اقول لك ايه. بقول لك ايه، ما شفتش اي حد كده ماسك مضارب وماسك كور كده حاجات؟ لا يا عم، اشوف مين بس؟ وبعدين وانا شغال معاك في طلبات انت بتهزر؟ ما شفتش حد. لا حلاوي الكلام مش هيعمل العلاج لامي. حاجات اللي هتعملها لامك، بس فهمني قول لي في ايه. انا كنت قاعد بصلي فروحت امي اتصلت عليا وانا المفروض كنت اجيب لها حاجات للسكر بتاعتها، ببص جنبي عشان اروح اوصل الحاجات اخر اوردر ليا ما لقيتش الحاجات. يا نهار اسود. اهدى ما تزعلش، اهدى والله العظيم. انت عيل راجل، يعني انت شغال عشان تجيب دواء السكر لوالدتك؟ ما تقلقش، الاوردر مش هيضيع. ثانيه واحده يا جعفر، احضر دلوقتي. بس ما تقلقش، ثانيه واحده وهنعرف كل حاجه. يا جعفر اعرف لي فين الحاجه بتاعته بسرعه. بقول لك ايه يا معلم، الحاجات دي تسوى اكتر من 25000 جنيه. لا الحاجات دي جايه معاها 10000 جنيه، جاي منك ولا مش جاي؟ 10000 جنيه ازاي بس؟ ما انا اعمل مصلحه ازاي؟ المهم يا عم خد يا عم، ومش مهم. بس انا عرفت فين الحاجه، ما تقلقش، سيبها على ربنا ثم مزيكا، والحاجه بتاعتك هتيجي النهارده وهتجيب يا عم دواء السكر لوالدتك. حاجه تاني ما تقلقش، يلا بينا بس عشان نروح. يلا الحاجه دي مش للبيع يا ابويا. انت مين انت؟ انا مين؟ انا اسمي مزيكا، الحاجه دي بتاعت واحد غلبان ومش للبيع. ايه الكلام ده يا اكس؟ بقول لك ايه، روح انت وانا هتصرف وهجي لك على المخزن. خلاص ماشي. بقول لك ايه، انت جاي تبوظ لي البيعه ولا ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ خلاص يا حبيبي اكس رجع تاني ومش هتشوفوا الكلام ده تاني، ولا تقول لي بقى اكسبلور ولا تقول لي لايكات. والله ضحكتني. الحاجه دي هترجع دلوقتي حالا، لان الحاجه ديت بتاعت دوت، وده شغال في طلبات. عارف شغال في طلبات ليه؟ عشان خاطر يبيع الحاجه ديت ويوصلها للاوردرات وياخد حقها ويجيب دواء السكر لوالدته. يقوم انت بقت ناس سارقين الحاجه دي. طبعا انت متعود على الحرام وفي فرق كبير قوي بين الحرام والحلال، لكن انا كل اللي عايز اقوله لك ان الحاجه دي عافيه ذوق هترجع لده. الحاجه دي مش هترجع. وبعدين ما لقيتش غير مزيك اللي واقع اكسبلور اللي الناس كلها بقت بتكرهه، تجيبهولي عشان تيجي تاخد حاجتك؟ انسى يا حبيبي. لا بيتهيألك، انا مش واقع اكسبلور، ده انت اللي شايف كده، لكن الناس ديت مش شايفه كده خالص. طب بقول لك ايه، انا هديك الحاجه ديت بحاجه واحده بس. هي ايه الحاجه؟ لو الناس دي كتبت لك مزيكا نمبر 1 مش نمبر 2، انا هديك الحاجه دي وادي للواد الحاجه ويروح يجيب العلاج السكر لامه كمان. بس كده؟ وانا رضيت بالحكم ده. انا واثق ومتاكد ان انتوا بتحبوا مزيكا، وعارف كمان ان انتوا بتقدروه. كل اللي بيحب مزيكا يكتب في الكومنتات مزيكا نمبر 1 مش نمبر 2، عشان خاطر ناخد الحاجه دي ونديها للواد الغلبان. طلعوا الفيديو ده اكسبلور.